أنا سميتي فخرية وفي عمري 32 عام، متزوجة. الزواج ديالي مع راجلي كان زواج تقليدي، ماشي شي وحدين كانوا كيعرفوا بعضياتهم قبل ولا كيبغيو بعضياتهم قبل. لا، أنا غير شافني جاو خطبوني وتوكلنا على الله. النهار الأول اللي غادي نتزوجوا فيه ماما هجرتني وقالت لي شوفي، أنا ولدي معكاز، ما تجيش تقوليها ليا وما تجيش تشكي مني. هادشي اللي كاين بنتي، راه باه كيضل يتقاتل معاه باش يخلص الماء، كيضل يتقاتل معاه باش يمشي يخلص الضو، يضل يتقاتل معاه باش يمشي له الزبل. المهم هادوك لي طاش اللي انت كيبانوا لك ساهلين الواحد كيديرهم يعني بطريقه بديهيه، هو لا، خاصنا حنا نتقاتلوا معاه وندابزوا معاه باش هو ينوض يديرهم. لدرجه انه انا اللي ممكن نضل نتقاتل انا وياه وندابز معاه باش ينوض يحسن شعره. اللي كاين انا قلتو لك بنتي، راجلك راه معكاز، ما عدا الا الله هداه ولا مع الزواج والوليدات وهذا وتبدل الطبع ديالو وينوض ويبين جهده ويشمر على دراعه. اما في الواقع راه هادشي اللي كاين دابا، وانا كنضل نقول ليه شوف ولدي، راه هادشي هذا غادي تحاسب على هاد الجهد هذا اللي عندك وما كدير به والو. وشحال من راجل كنشوفوه باللي هو عنده الجهد بزاف وعنده القوة وعنده الطاقة وكيخلي مراته هي اللي كدير كلشي وما كيعاونها وما كيدير حتى شي حاجة، وهو بطبيعة الحال ما كتعجبوش هاد الهضرة وكيبقى عليا لا المهم تقوليش ليا بحال هكا، حتى شي واحد ما كيتحاسب على الجهد ديالو. ايوا يا سيادي، نهار كيجر نهار والسيمانة كتجر سيمانة والوقت كيدوز وانا كنشوف وكنتاكد بعينيا بلي ان راجلي معكاز، معكاز لواحد الدرجه خطيره. القلب ديالو ميت، ديما حاط رجل على رجل، ولدرجه انني وليت كنشوف كنقول كل عائله عندها معزه كحله، وانا ديك المعزه الكحله انا اللي طليتها في هاد العائله هادي. وانا لحد الساعه صابره وساكته وكنقول ماشي مشكل، ياك هو يا خدام شاد في خدمته واخا خدمته بسيطه، ياك شاد فيها وكيمشي ليها، ايوا صافي انا نسكت ونصبر، ندير بزاف راه خايب. باغ كونطخ انا كنت دماره وكنت كنخدم مزيان، كنت خدامه في واحد الشركه بواحد الصالير مزيان، كنت خدامه على راسي وكندمر. وزياده على هذا كنت كنبيع وكنشري في التيك توك بحال والو، شي نهار يكون طلع لكم شي فيديو ديالي. انا وحده من هادوك الدريات اللي كيبيعوا وكيبينوا غير ايديهم ولي برودوي فقط. انا الصراحه كنت كندمر، كنت كندير جهدي، كنضرب تماره، حيتاش كنت كنآمن باللي انه الواحد خاصو يدير جهدو جهدين، ومادام عنده الجهد يدمر ويحفر ويقلب على رزقه. كنت يا سيادي كنمشي كنتقدى السليعه ديالي وكنبدا نبيع، لدرجه انني الا كنت بعت غير حاجه وجوج ثلاثه في السيمانه كنكون بخير، كنكون رجعت راس المال وربحت شي حاجه قليله. يعني التجاره كانت فيها الفلوس. وديما كنت كنبقى نبارطاجي مع راجلي، ها انت شوف انا راني بعت هذا وربحت هذا، وهاد السيمانه هذه دخلت المونطون كذا وانا خدامه والفلوس داخله. باغا غير نموتيفي باش ينوض يتحرك يدير شي حاجه في الحياه ديالو. وهو والو، معكاز، ديما حاط رجل على رجل وتيقول لي شي انا ديك الخديمه هذاك الرزيق اللي كيجيني من ديك الخدمه بارك عليا، هذاك الرزيق وداك الجهد اللي كنديرو راه كيجيني بزاف بارك عليا غير داك الشيء. وهو زعما العجز ماشي كيجي غير على الخدمة فقط، لا في الحياة كاملة كيف ما ديجا قلت لكم. تخيلوا لدرجة انني انا غادا مثلا بحال باغا غادا الخدمة، الزبل انا غنخرجو معايا، الا ما خرجتوش انا والله ما يحركوا. الماعن الا ما حركش شي كاس من بلاصتو ما غاديش يتحرك. شي يكون الغدا كيطيب وقرب يتحرق، الا ما نطش انا وطفيت عليه هو واخا يشم ريحة الحرق ما غاديش ينوض يطفي عليه. والتقديه، تخيلوا معايا التقديه، انا اللي خاصني نمشي ونتقداها وكنقول في خاطري لا راه ما غاديش يعرف يتقدى داكشي زوين. وهذا الداخل ديالي ديما كنت كنبقى نخلق ليه في الاعذار، ديما كنخلق الاعذار. اي حاجه ما كيديرش هادي وكنقول واه مسكين الله يحسن العوان، راه في دارهم كاع ما كان كيحرك الماعن ولا كيغسلهم ولا هذا، ومسكين راه في دارهم كاع ما كان كيلوح الزبل، ومسكين راه كاع ما كيعرف يتقدى. ديما الاعذار الاعذار الاعذار. وفي الاخر ديال النهار فاش كنتكا كنبقى نشوف في السقف، كنلقى بلي انا هي اللي درت كل شيء. هو مشى خدم فقط، مشى غير الخدمه وجا، ولكن انا
ديما بقى لداخل ديالي كنقول راه ما ربانا يقدر يتبدل وما تعرف هو يقدر ربي يهديه. المهم هداك البصيص ديال الأمل بقى ديما لداخل ديالي زعما، ولكن أنا مع الوقت ما بقيتش باغا نولد، يعني الفكرة ديال الولاد صافي سوبريميتها من راسي، وبالعكس عرفتي إلا كانت تعطلات عليا غير غايقل بالنهار ولا يومين كنولي كنقفقف كنمشي نجري ندير التيست. مشات أيام وجات أيام وحنايا عايشين على هاد الحال. واحد النهار يا سيادي غادا نجي للدار، راجعة من الخدمة غنجي للدار، غادا نلقاه في الدار وهو هداك ماشي وقته، ما متعودش أنه يدخل للدار في هاديك الوقيتة، خصوصا أنه هو من داك النوع ديال أنه يخرج من الخدمة أي خاصو يمشي يوقف مع الميكانيسيان، خاصو يمشي يوقف مع الحانوت، يمشي يهدر مع صاحبو، يمشي يدير شي حاجة مع شي صاحبو، المهم هو ضروري خاصو يهرس هاديك المجية للدار بأنه يوقف مع شي واحد. السؤال العادي الطبيعي اللي غتسولو أي مرا غادي تقول ليه مالك شتك جيتي دخلتي بكري، هو يبدا يقول ليا أنا راه الشاف ديالي تزايدت أنا وياه في الهضرة ولكن راه ما خليتلوش عطيتو على شي دور، خرجت فيه عينيا تا أنا قلت ليه تا أنا عطيتو كواري هبطتهم ليه للأرض. وهو كيعاود ليا وكيهدر وأنا واحد الوقيتة ما بقيت كنسمع والو، غا كنشوف فيه وحالة فمو مبلونطية لدرجة أنه كيهدر وكيعبر بإيديه وهذا كيجسد لاسين بلو كور ديالو، وأنا ما كنسمعوش كاع أشنو قال. كنفكر كنقول ناري الحاجة الوحيدة اللي كيديرها في الحياة ديالو هي أنه يمشي للخدمة ويجي جرى على الخدمة، الحاجة الوحيدة اللي كيدير جرى عليها. وتخيلوا حتى من مو وباه ساخطين عليه، السيد منحوس، راه ما يمكنش هادشي اللي كنشوف فيه انا بعينيا. هو انسان باغي غير يخرج يمشي يتقهوى ويجي للدار وينعس ويفيق في الصباح ياكل وعاوتاني يمشي يتقهوى، هذه هي الحياة اللي هو باغي، هذه هي السعادة ديالو. وحتى هو حسن ليه انني انا ما نولدش، حيت كيقول لي ديما الدراري غاليين، الدراري فيهم صداع فيهم مصاريف، خاصهم الجهد خاصهم الصبر خاصهم كذا، وانا عارفاه انسان غير مسؤول، يعني كيهرب من المسؤوليه في اليمين هو في الشمال، المهم ما يمكنش ليه يكون مسؤول. عاد انه هو من داك النوع اللي كيدير الحاجه غير بعينيه، ما يديرش ما يتحركش والو تقول. الغريب في الأمر هو أنني أنا في الأول ما كنتش كنشوف بلي أن الموضوع لهاد الدرجة، غير هو في الواقع لهاد الدرجة. إيوا الراجل صافي خرج من الخدمة جلس في الدار، كندخل للدار كنلقاه ديما حاط رجل على رجل، واش دار شي حاجة؟ والو، ما عاون حتى شي حاجة، طارو ديال الزبل هو الاخر ما خرجوش. إيوا صافي ماما ما علماتوش وانا ما علمتوش، صافي ولات عندنا بطيبيطة في الدار. بعض المرات كنختار عليه شي حاجة كنقول ليه شوف راه ناقصة الملحة، أنا كنطيب رانا واقفة عليها سير جيب لي الملحة، ووالو السيد والو حجرة، السيد رخامة والو تقول واش فيه حس النفس. إيوا صافي دوزنا شهر شهرين 3 شهور 4 شهور وحنا على هاد الحال، القضية غادية وكتطور، صافي السيد ما كيدير حتى شي حاجة والفلوس غادية وكتقلال، وليت أنا كنعطيه باش يمشي يتقهوى على خريامي، وليت كنعطي الراجل فلوس باش يمشي يشرب قهوة. تخيلوا معايا حتى داكشي اللي كنت كنبيعو في تيك توك كنقول ليه وها انت شوف هز هاد الكولي هادي وها هي لادريس سير ليفري لي هادشي لهاد السيدة هادي، ولا ديها ليا البوسطة ولا سير ديها لديك الشركة ديال ليفغيزون مع كنت خدامة مع واحد الشركة. بغيت ندخلو معايا في هاد الشي، اش كيقول لي اش كيخسر عليا؟ لا لا اختي داكشي خدمتك ما تدخلينيش انا في خدمتك. شوفوا ولحد الساعة انا باقا صابرة عليه وباقا عندي فيه امل وباقا كنقول راه واحد النهار غادي طرا شي حاجة وغادي يتبدل، راه واحد النهار غادي يدير نفس، راه ما يمكنش يكمل حياته بحال هكا، راه مستحيل. وعلاش؟ حيت حتى انا في الحياه كنامن بلي ان الزواج راه خاصك تعطي فيه بزاف ديال الفرص باش ان الزواج ينجح، ما يمكنش لك غير من العام الاول للعام الثاني صافي غادي تقرب لها، راه ما يمكنش. صافي بقينا عايشين على هذاك المنوال واحد الوقيته وهي تجي واحد الفتره وانا ديما جالسه راجعه اللور كان اوبسيرفي وكان اناليزي مع راساتي. الحاجه اللي كنلاحظ هو ان السيد ولا ديما شاد التليفون
وكيكتب وكيضحك، ماشي كيسكرولي بحال هكا كيلعب في ليكرون، لا، كيكتب وكيضحك بحال كيتسنى الميساج، كيقرا وكيعاود يكتب وكيضحك، يعني بحال كيتكونيكطا مع شي حد، ماشي كيسكرولي كيشوف لي فيديو ولا كيشوف لي ستاتيو، لا، هذا كيكتب وكيصيفط لشي حد، يعني كيتكونيكطا. وفاش كنجي كنهضر معاه دغيا كيسد ليكرون ديال التليفون وكيقلبو وكيحطو حداه. هادشي ما طرا ما مرة ما جوج ما تلاتة ما ربعة، صافي تأكدت، ماشي بقى داخلني غير الشك، تأكدت بلي أنه كيتكونيكطا مع شي حد. وبحال السيد جاه الملل، حيت خصوصا أنه أنا هضرتي ولات غير على أمضرة، واش لقيتي خدمة؟ أمضرة، واش لقيتي خدمة؟ يوميا 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 تنسولو. صافي أنا وليت بحال دايرة بحال شي ماماه اللي غير حاطة عليه وكتسولو أمضرة شنو درتي وهذا، بحالها تابعاه، كنبرزط فيه ولا كنقول عليه ولا ما عرفتش كيفاش كيعتبره هو. أنا شنو حسيت بحال أنه خاصو هو شي شخص جديد اللي غيبدا يعاود ليه ويحكي ليه ويشكي عليه، فهمتوا؟ وشي شخص اللي ما كيعرفوش اللي غادي يلعب عليه الدور ديال الراجل ونص، نفس الدور اللي كان كيلعب عليا انايا قبل ما نتزوجوا، يعني في الفتره ديال الخطوبه. اما انا دابا صافي رانا عارفه على حقيقته، ما راجل ما بيكالا. أنا شنو درت، خليتو عايش في داك العالم ديالو ديال الأوهام، خليتو تا غرق فيه مزيان وتبت رجليه فيه مزيان، وبلي تأكد بلي أنا راه ما عارفاش وما عقدتش بيه وما سقتش الخبار، وبلي أنا راني حمارة برو ماكس لأن راه كيدارة. وداك الشي اللي كان خليتو مسكين عاش اللحظة وديفلوبا العلاقة مع السيدة وكيعيش ليه في الحب والغرام والأوهام والهيام. وملي كندخل أنايا من الخدمة بحال حمار الطاحونة على سعدي ووعدي، ملي كندخل للدار كنلقى السيد لابس لك مزيان ومدواش ومحسن ومريح. أنا هادشي راه أنا اللي كنت كنقول ليه ديرو، حيت كان معكاز ما جالس في الدار نقول ليه حسن، دوّش، دير هادشي ما كانش كيديرو، حتى كنقولو ليه أنا. أما دابا في هاد العلاقة الجديدة ديالو كيديرو لراسو، المهم شي السيد تنلقاه مقاد وكلشي وكيخرج، باينة بلي راه عنده موعد. ودابا الحاجة اللي هو مسكين ما قدرش يعرفها هو بلي أنا راه جالسة كنجمع عليه في الأدلة، أنا راه ملاحظة وفاهمة وعارفة وجالسة كنحسب ليه وتنجمع ليه. يغلط في الغلط الأول سكرين شوت جمع، الغلط الثاني سكرين شوت جمع، الغلط الثالث سكرين شوت جمع، وأنا غادي على داك المنوال. أنا كنت كندير هاد الشي حيتاش كنت كنقول مع راساتي غيجي واحد النهار غادا نتفارق أنا وياه، حيت هو إنسان insupportable وأنا إنسانة نشيطة، وأنا وياه incompatible ميمكنش نكملو مع بعضياتنا. أنا كنت كنجمع هادوك الأدلة باش نهار نصيفطو عند ماماه، صافي غنسد الباب دقة وحدة، ما كاين لا نقاش لا جوج نقاشات، ولدك ها شنو دار ها شنو دار ها شنو دار، السلام عليكم. صافي واحد النهار من الأيام طلع ليا الدم، صافي ما بقيتش قادرة أنني نتحملو، وريتو كلشي قلت ليه شوف غتجمع حوايجك وغتخرج عليا من الدار، اولا غنوري لداركم وغنشوهك في العائلة كاملة، ها شنو درتي وها شنو درتي وها شنو درتي وها الدلائل. وريتو لي سكرين شوت قلت ليه اختار. صافي السيد جمع بوليزتو، خرج مشى فحالو، مشى خلفه مع الطريق، ما عاودش معايا الهضرة، خصوصا أنه في هاديك اللحظة صافي فهم بلي أنني غنقطع عليه الماء والضو، راه ما يمكنش ليا نكري لواحد ونخلص القهوة على واحد ونوكل واحد ويخونني من الفوق، ما يمكنش. يعني شنو غادي يبقى كيدير معايا هنايا؟ اللهم يبقى يمشي عند ماما ويبكي عليها وتعطيه فلوس الحمام. إيوا يا سيادي، هو مشى اليوم، الغد ليه العائلة ديالو كاملة تمو جايين عندي، يولّا وحشومة وعلى الأقل شرحوا لينا غير أشنو طرا، بغينا نفهموا غير الموضوع، شنو طرا كيفاش. قلت لها ها انت خالتي واش تبغي نشرح ليك مني ليك مرا لمرا، ولا تبغي نشرح لك قدام كلشي؟ وهي تقول لي وتا انت عاوتاني زدتي فيه بزاف، يولّا كاع لي كوبل كيدوزو من هاد الأزمات المادية، مسكين الراجل هو كراه فيه يخرج من الخدمة، حشومة عليك، ماشي هذا هو المظنون فيك،
كنت كنتوقع منك تكوني بنت الناس وبنت الأصل وتوقفي مع راجلك في السراء والضراء. إلا اليوم ما عندوش راه غدا يقدر يكون عنده. أنا الحاجة اللي ما فهمت هو واش أنه الراجل صافي ما بقاش من حقه أنه يطيح، ما بقاش من حقه أنه يدوز بالأزمات. ويلي وزتي فيه. أنا حسيت بلي ماما جاية كدافع عليه، هي لوبجيكتيف ديالها ماشي نتصالحوا، لوبجيكتيف ديالها هي جاية عندي باش تقول لي شوفي راك انتي اللي ما مزياناش، اما انا ولدي راه ما دار حتى شي حاجه خايبه، هادشي مكتاب عليه. واللي بقى فيا انا هو انها هي عارفه ولدها، راه هي اللي من النهار الاول كتقول لي وردي بالك منه راه معكاز. انا ما نكذبش عليكم، ما دخلتش معاه في نقاش، سكت خليتها كتهضر تهضر. قلت لها في الاخر ياك خالتي دابا انت كتشوفيني انا هي اللي ما مزياناش، انا هي اللي ظالمه في القصه كلها. قلت لها وها انت يا خالتي عطيني غير 2 دقائق ونصيفط لك في واتساب علاش انا وياه سالينا. ايوا يا سيدي بلا عكز عليا دخلت كرييت لك جروب، اجوتيتو هو، ماما، باباه، خوه، مرات خوه، ختو، راجل ختو، العائله كامله اجوتيتها في داك الجروب. وهاد الشيء باش ما يجيش شي واحد يقول لي لا حشومه عليك لا ظلمتي، صيفط ليهم نفس الهضره اللي كيهضرها مع الدريات، كاع لي سكرين شوت اللي خديتهم كلهم صيفطتهم، والتصاور ديالو في القهاوي جالس مع الدريات، وسكرين شوت ديال واحد لا كونفرساسيون ديال جالس كيتبكى على واحد الدريه كيقول لها حرام عليك ما كتجاوبينيش، راني ناوي معاك المعقول. تخيلوا جالس كيكذب على دريه وحده اخرى وتيقول ليها انا ناوي معاك المعقول، هو ما نوى المعقول حتى مع مراته، ما نواه حتى معايا انا اللي مزوج بيا ومسكنني في الدار. صافي صيفط لهم داك الشيء، بقاو كيشوفوا في بعضياتهم، عم الصمت في ديك الصاله، صافي كلشي ضرب الطم. صافي وبداو كيخرجوا من الدار عندي واحد تلو الاخر، واحد تلو الاخر، واحد تلو الاخر، ما قدروش يعاودوا يهضروا معايا او يبداو يفسروا ولا يشرحوا ولا شي حاجه، حيت عارفيني ماشي انا اللي غلطه، ولدهم اللي غلط. خصوصا انه انا وقفت معاه في الشده ديالو. ولكن واش نوقف معاك في الشده ديالك ونقبل عليك بلا خدمه، ونقبل عليك وانت معكاز، ونصرف عليك من الفوق، ونخلص لك راه من الفوق، ونعطيك الفلوس باش تقهوى وباش تمشي للحمام وباش تصرف على راسك، وفي الاخر نحصلك كتهضر مع وحده اخرى؟ هادي لا. زيدوا عليها انا اللي قايمه بالدار دو ا زد، وتمشي عند وحده اخرى وتقول ليها انا ناوي المعقول معاك، ولا سير اخويا لداركم ونوي المعقول. انا ما نكذبش عليكم، كنت اسف لاي امراه كتقوم بالدور اللي ماشي ديالها، اللي كتقوم بدور الراجل والراجل كاين معاها. اما بالنسبه لهذا اللي كان معايا راه هو اللي رفس النعمه برجليه.